اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من اضطراب في كبسوله. النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من اضطراب الفصام. تقدر تتفرج على الجزء الاولاني في البايو تحت، كنا بنتكلم فيه عن الاسباب واعراض وتعريف الفصام. في بدايه الجزء الثاني من الفصام هنتكلم عن انواع الفصام. ثانيه واحده، هو الفصام له انواع؟ طبعا له انواع بتختلف على حسب درجه المرض والاعراض بتاعته كمان. تعال اقول لك، اول نوع هو الفصام البسيط، بتميز بدايته بان هي بتكون تدريجيه وبطيئه، يعني الاعراض بتاعته مش بتظهر بسرعه او بتدهور بسرعه. ومن اعراض النوع الاول ان هو بيكون شخص كسول، ما بيعرفش يقوم بالمهمات الادائيه اللي هي البسيطه، وكمان هو بيحب ان هو يكون عنده انطواء، يعني منعزل عن العالم، بيحب يعيش في العالم من وحي الخيال او الاحلام اليقظه اللي هو بيكون عاملها. كمان بيكون عنده ضعف في التركيز، وكمان مش بيهتم بالمظهر الخارجي بتاعه او لبسه، هو مش بيهتم باي مسؤوليات عنده او ان هو يكون عنده ميول او طموح لاي حاجه، هو اصلا بيكون عنده انعدام لذه وفقد للشغف. تاني نوع معانا هو الفصام التفككي، بيطلق عليه الهايبرفيني. الفصام نوع السلوكيات الظاهرة عليه وهي السلوكيات الطفولية، وكمان الوجه اللي هو بيكون المضحك والمرح، وكمان الوقفات اللي هي السخيفة أو المواقف السخيفة الغير مألوفة. وأعراضه نوعين، النوع الأول هو عدم الترابط في الكلام، وبالتالي بيستخدم كلمات جديدة غير مناسبة وملهاش أي معنى. النوع الثاني هو اضطراب في المشاعر، وبالتالي بيتصرف بشكل سخيف جدا وملهوش أي معنى. ثالث نوع عندنا هو الفصام التخشبي، ده بيتميز بالاضطراب السلوك الحرجي وكمان الصمود، يعني ممكن يقعد أكتر من 3 أسابيع هو في حالة من الصمت، ممكن ما يتكلمش معاك، وكمان حركة من الجمود، يعني ممكن لو ثابت مثلا على وضع ثابت حاطط ايده مثلا على راسه، لو جيت بعدها بفترة هتلاقيه نفس الوضع، إلا لو حتى لو غيرته مثلا وجيت اتحكمت فيه وحركت ايد من هنا جبتها هنا هتتحرك معاك، كأنه عبارة عن صنم انت بتحركه. النوع دوت ممكن يخش في حالة من الهياج الشديد، وكمان النوع دوت هو بيستخدم حالة الجمود اللي بيعملها ديت عشان يخدع اللي حواليه، بيحسسك اللي قدامك يعني ان هو منفصل عن الواقع، هو مش حاسس بحاجة، بالعكس هو بيحاسس بالموجودين وسامع وشايف كل اللي حواليه. واخر نوع هنتكلم عليه النهارده هو الفصام البارانويدي. النوع دوت من الفصام هو اللي بيتميز ان يكون الفرد دوت بيحس بهلاوس ومعتقدات غلط، وشايف ان اللي حواليه بيتامروا عايزين يخلصوا منه او ان هو يخلصوا عليه، وشايف ان الناس بتبقى بتدرس خطط عشان يخلصوا عليه ان هو مثلا حد مهم او اي حاجه. ممكن يقول لك انا عندي قوه خارقه، انا نبي من ضمن الانبياء. بعد كده ايه هي اسباب الفصام؟ اول سبب عندنا هو السبب الدراسي. الدراسات الجينيه اللي اتعملت في الموضوع دوت بتدعم فكره ان في سبب وراثي ورا الاضطرابات الذهنيه او الاصابه بالاضطرابات الذهنيه عامه. الدراسات قالت ان التشوه الكروموسومات اللي ادى للاصابه بالامراض ديت ممكن تكون حصله حديثه او موروث او ممكن الاثنين مع بعض. وكمان الدراسات اثبتت ان لو احد الوالدين اتصاب بالفصام في برضه نسبه كبيره ان احد الابناء ممكن يتصاب بالفصام، وكمان لو اخ اتصاب بالفصام في نسبه كبيره برضه ان الاخ الثاني يتصاب بالفصام سواء توأم او غيره. بعد كده الاسباب النفسيه، في 3 نماذج عندنا بيفسروا الاسباب النفسيه. واول نموذج عندنا هو النموذج السلوكي. النموذج دوت بيركز على الطريقه اللي بيتعامل بيها الفرد في الحياه، هو شايف ان الاصابه بالامراض العقليه او الفصام عباره عن سلوك غلط او سلوك غير طبيعي اتعلمه في فرد نتيجه لحوادث معينه او حوادث حصلت في حياته. واصحاب النموذج ده والاتجاه دوت شايفين ان مجرد ان انا اشيل مثلا الاعراض دي تتشال او تختفي خلاص هو بالنسبه للمريض دوت اتعافى. ثاني اتجاه عندنا هو الاتجاه السايكودينامي. الاتجاه دوت من اهم العلماء بتوعه فرويد، هو شايف ان الاصابه بالاضطراب الفصام هو حاله من ضمن حالات النقوص، وفرويد شايف ان سبب من ضمن الاسباب ديت ان الانا ما بتبقاش قادره ان هي تسيطر على الهو. عزيزي الاول عايز افهمك ايه هو اصلا النقوص وايه هو الانا والهو. النقوص دول بتبقى حيله دفاعيه او حيله نفسيه بيعملها الفرد لما بيكون مش عارف يتعايش مع المرحله العمريه اللي هو فيه، بيحصل له زي حاله كده ان هو بيرجع لمرحله الطفوله او المرحله الاصغر سنا. طب ايه هو الانا وايه الهو؟ الهو ديت ان هو لما يكون الفرد عايز يشبع رغباته واحتياجاته بدون بقى ان هو يكون مثلا مهتم في مكان معين او وقت في مناسب، يعني في اي وقت واي حاجه. طب وايه الانا؟ الانا بقى دي دورها ان هي تسيطر على الحاجات دي او تسيطر على الهوى عشان تقدر ان هي تتعامل في الوقت الصح او ان هي تقدر تعمل الفعل دوت في المكان المناسب، فبيحصل حاله من القلق. عشان كده الفرد بيرجع لحاله او بيحصل في حاله من النقوص، فبيرجع لحاله المرحله الفهميه اللي هو مرحله الطفوله، ان هو كان ساعتها بيقدر يشبع رغباته براحته. ثالث نموذج معانا هو نموذج الاستعداد والضغوطات. بيفترض علماء النموذج دوت ان الاصابه بمرض الفصام بتحدث بطرق مختلفه، منها الامراض الموروثه او الامراض الجسميه او عمليات النطق كمان، بس هم شايفين ان السبب الاساسي او السبب الفعلي في الاصابه بالمرض الفصام وظهور اعراضه هو ان الفرد لما بيجي يتعامل مع مواقف الضغوط او الضغوطات اللي بتواجهه، هي فكره ان هو ما بيعرفش يتعامل معاها فبيحصل له اصابه. بعد كده هنتكلم عن معدلات انتشار مرض الفصام، وللاسف يا عزيزي ان معدلات اصابه الذكور بالاضطراب الفصام اكتر من معدلات اصابه الاناث. طب يا عزيزي تعرف ان بدايه الاصابه بمرض الفصام بتكون مرحله الطفوله؟
وبتبدأ تظهر أعراضه في بداية مرحلة البلوغ. بعد كده هنتكلم عن العلاج وأنواعه، خليك معايا. أول نوع معانا هو العلاج بالكهرباء عن طريق الصدمات الكهربائية اللي بتحصل. طب إزاي بيحصل؟ عن طريق إن هم بيمرروا تيار كهربائي بشدة معينة في المخ بحيث إن هو يحصل فقدان للوعي، وشدة فيه بيكون من 70 ل 130 فولت، وكمان المدة بتاعتها من حوالي نص ثانية. تاني نوع معانا هو العلاج الدوائي. بتعتمد أدوية الفصام على إنها تمنع توصيل الدوبامين للدماغ، وتعرف أو تسمى بها بمضادات الدوبامين أو مضادات الذهان. كده العلاج النفسي. العلاج النفسي ده بنقوم بتنمية الجزء اللي هو السليم في شخصية المريض الفصام، وكمان بنعيد تنظيم شخصيته. وكمان بقى بنفضل نعرفه بقى او نخليه يعني يستبصر، يكون عنده استبصار بالامراض بتاعه، ونحاول بقدر الامكان نخفف من الامه. وكمان بنهتم بالاهل والاقارب اللي حواليه عشان يساعدوا ان هو يكون موجود في الواقع ويرجع للواقع، وما يكونش طبعا في خيالاته والهلاوس اللي هو بيكون عايش فيها، وبقدر الامكان يكون اجتماعي. في النهاية حابين ان انتوا تكونوا استفدتم واتفرجتوا واتعلمتوا من المعلومات بتاعتنا، عشان تقدروا لو حد مثلا حواليكوا عنده اضطراب فصام او لو مش موجود برضو تبقوا عارفين ازاي تتعاملوا مع الشخصيات ديت. وكمان لازم يكون عندكم فهم وصبر للحالة بتاعته. وكمان طبعا الحالة الاجتماعية اللي بتكون موجودة حواليه والعائلة والأسرة دي بتساعد ان هو حالته تبقى احسن واحسن واحسن، وكمان بسرعة الشفاء بتاعه تبقى افضل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتم. ما تنساش بقى الشير واللايك بتاعك عشان نقدر نكمل كمان. وكمان محتاجين ارائكم في الكومنتات تحت، وكمان تكتبوا لنا ايه الاهم الاضطرابات اللي انتوا حابين نتكلم عنها. سلام.